كتير من الناس ومنقسمة لجزئين في المجسة. ناس تسأل هي المجسة هتوصلني أو هتفيدني، وناس جربت وما فهمتش برضه هل هي فادتهم ولا ورطتهم. هل المجسة تقدر توصلني أو أقدر أعرف من خلالها إني عندي آثار ولا ما عنديش آثار؟ اللي عايزك تعرفه إن الأهالي أو البيوت أو المناطق اللي هي أصلا مش مناطق أثرية وحصل فيها الدفن في الأرض الطينية، الدفن اللي معظم الناس بتدور عليه ده اسمه مفقودات الأسر. يعني إيه مفقودات الأسر؟ يعني هو خالف نظام الدفن، ما دفنش في نفس المنطقة المخصصة للدفن، هو خالف النظام، بعد عنها شوية، جي جنبها، جي غربها، جي شرقها، في أسباب ليها، ما يعني في أسباب مقنعة وفي أسباب مش مقنعة. مش هعرض عليك الموضوع ده لأنك مالكش علاقة بالموضوع ده. أنت مش شغل، أنت شغل المجسة، أنت عايز المجسة تدق اقبض دولار. فلازم تعرف إن الحالات دي فردية مش جماعية. يعني إيه بقى؟ يعني هقول لك، همهدك الأول بس للفكرة عشان تعرف أنت أصلا هتستخدم المجسة ولا مش هتستخدمها، وهتفيدك ولا مش هتفيدك. ولنفترض إن إحنا معانا فدان أرض 4200 متر حصل فيهم الدفن. الفدان ده كله ال 4200 دول كلهم كم مساحة؟ هو بيستخدم فيهم 200 متر اللي فيهم الغرف المهمة اللي إحنا عايزينها بقى، وبقيت مساحة ال 4000 متر عمل فيهم جزئية معينة، سراديب وأبيار متصلة أو غير متصلة، وساب الباقي فاضي. طب لو جينا الفدان ده بنينا فوق منه وقسمنا الفدان ده كمساحة إن يبقى عليه 24 بيت، يعني كل بيت على إيراد، يبقى أنا عندي فوق سطح الفدان ده 24 بيت. كم بيت مشتركين في الغرف اللي فيها الدفن أو المقتنيات؟ بيت أو بيت ونص أو بيتين الكتير، صح؟ أنا عندي 24 بيت، نقول الاتنين مشتركين، يبقى في 22 بيت ما عندهمش آثار. طب خلينا نقول أو أنت قاعد في البيت من ال 22 اللي ما عندهمش، وخلينا نقول إنك أنت بره البيوت اللي ما فيهاش مباني ونزلت أنت، فبالتالي هي أصلا في دفن حواليك، فبالتالي هتلاقي إيه؟ هتلاقي شواهد. طبعا 24 بيت ده بالكتلة السكنية نقول نجع من النجوع اللي موجودة مثلا في قرى مصر، واحنا هون اللي عندنا النجوع كلها ما شاء الله بتحفر. لو تفتكر مش كل واحد لقى تحت بيته شوية شقف يبقى هو عنده مقبرة. يعني مش عشان انت لقيت شقف وجارك لقى شقف وجارك لقى شقف واللي في اخر العزبة لقى شقف واللي في اول العزبة لقى شقف يبقى كل واحد عنده مقبرة. انتوا كلكم تحتيكم حاجة واحدة، او المساحة بتاعتكم كقرية او كنجع فيها دفن واحد. لو انت مش في منطقة دفن، وطبعا معروفة الاماكن الدفن، هي بتبقى حاجة فردية واحدة. تعال نروح بقى للمجس. معلش يعني انا هحطك الاول في الاشاعات، بس الاول هحطك مكان الشاري. انت كراجل بتشتري مش بتحفر في بيتك ولا الكلام ده، وانا راجل بحفر وبقول لك تعالى انا جبت مجسة صدت معايا تعالى اشتري. انت كراجل عقلاني اللي بتشتري هتشتري على ايه؟ هشتري على ايه؟ على الصدة ولا الردة؟ يبقى انت مش هتشتري. يبقى اول فكرة واول اشاعة عملوها لك هي قصة شراء على الصد والرد. يعني انت دلوقتي اعمل قدام حضرتك ماكت عبارة عن فدان ارض، فدان ده عليه 24 بيت، كل بيت على ايراد، تحت منه مقبرة. انت حط المقبرة تحت الارض، امشي معايا على الماكت زي انا بشرحه لك كده. تعالى بقى حط المباني دي على ارض الواقع. حط ال 400 متر مربع على 4200 متر، تفضل 3800 متر مساحة فاضية. اذا لو انت ساكن في اي حتة في العزبة تحتك فاضي، مساحة كتير، يعني هروح اللي يجيب المجسة تنزل في اي حتة مش هتصب. طب انت من الموعودين، انت ساكن فوق المباني التموين وجبت مجسة وصدت معاك. طب لما صدت انت عرفت ان هي صدت في ايه؟ افادك بايه؟ فنش معاك، بل ورطك في ايه؟ هو راجل بيشتغل على ايه؟ على الضغط. دقرت، هو كده فكره ان في مقبرة. اذا لما دقرت عندك قال لك في مقبرة، فانت حفرت على سن مقبرة وهي مباني ايه؟ تمويهية. اذا ورطك في ان دي مقابر وانك شغال. طب انت كراجل بتبيع وبتشتري، وجبتك انا كراجل جبت مجسة دارت معايا، نزلت لقيت مباني تحت وقلت ان المباني دي مباني مقبرة،
والمبنى ده جيت لقيته انت سرداب او ممر او بير. وطبعا المباني اللي زي دي الرجاله بقى مغرقاها ميه ونص المبنى مش موجود، سواء كان ده ولا ده، وربعه من هناك متاكل. فانت لو راجل بتبيع وبتشتري، هتيجي وتبيع وتشتري وتدي سعر على ايه؟ الطوب الاحمر ولا الميه والهيلان ولا ايه بالظبط؟ فبالتالي موضوع اظهر لي حاجه وانا اجي اشتري عليها كده. اذا المجسه لو جبتها مش هتفيدني في حاجه. ولو كنت فاكر الموضوع بقى قبل ما احط لك الماكت ان الموضوع هروح اجيب حته حديده انزلها تصد افتح واطلع وابيع واشتري، ده اصبح الموضوع كبير. اصبح الموضوع ان انا ممكن احط السيخ يجري تحت. مش مقتنع بالماكت انت صح؟ استاذ احمد انا جبت المجسه وجينا على عمق معين والمجسه يستحيل تنزل. كل ما نخبط الارض تترج من حوالينا، فيدخل واحد يقول له بتطبل، الارض بتتهز من حواليك والبيوت بتتهز من حواليك. بتتهز انت على سقف المقبره. وبتاع المجسه قال لي كده، وبتاع المجسه قال لي هيجيب الالماظه ونفتح السقف ونصور ونبيع ونشتري. فخدنا كام يوم عبل ما نظبط امورنا. يعني ايه؟ قال لي يعني هم قالوا ان احنا لازم نوصل للسقف عشان نخرمه. جميل. فقعدنا يوم ولا يومين عبل ما لمينا رجاله، ما جبنا رجاله وجبنا عده ونزلنا ال3 متر دول يا استاذ احمد، وجينا عند المكان اللي صادت فيه ما لقيناش حاجه، وما لقيناش المكان اللي صادت فيه وطلعت علينا الميه. بتاع المجسه ده اللي هو بيقول لك الماظه وافتح واعمل بنصبايا، هل فعلا او في سقف او دي مقبره؟ 90% من اللي جاب المجسه حصل معاه الموقف ده، والباقي حصل معاه عند نفس الطبقه دي اللي هي نزل ما لقاهاش. المجسه او السيخ لزق فيها ما طلعش. بص يا صديقي، اللي انت صديت فيها دي لا سقف مقبره ولا سقف اصلا مبني، ولا هي اصلا حاجه يقال عليها سقف. دي ايه؟ دي طبقه الصلصال، طبقه الصلصال، وبتبقى في طبيعه ارض عادي. يعني بتبقى ممكن في طبيعه ارض ما لهاش علاقه بالدفن. وحتى يا عم لو نفترض ان انت حضرتك راجل عيلتك منطقه اثريه واستخدمت في الدفن، الطبقه دي اخر مكان تحت خالص، المقبره فوق مش تحت. لو هو اللي عامل طبقه الصلصال دي فهو بنى فوقيها ما بناش تحتيها. انت عارف الطبقه دي سمكها قد ايه؟ الطبقه دي سمكها بتبدا من 2 سم، اقصى سمك ليها 5 سم. بتيجي تخبط تطبل، وتيجي تخبط تحس ان اللي حواليك بيتهز. انت حضرتك لما قعدت تخبط فيها تخبط عشان تاكد ان ده سقف، فانت معليك عملت خلل في الطبقه دي. فاخدت يومين معليك قبل ما تجهز بقى الرجاله اللي هتيجي ترفع عشان توصل للسقف. فالخلل اللي حصل ده خلى الميه تسربت للتربه دي ففتتتها، ويطلع في الاخر يا صديقي لا سقف ولا خلافه، طبقه من طبقات الارض حصل فيها القصه دي. فوهمك ان ده سقف مقبره وان احنا هنجيب مش عارف ايه ونعمل. ما تجريش ورا الوهم، ما تجريش ورا الكذب، حافظ على نفسك لان ده سبوبه دايره عليك. انا احمد سفاري ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.